الصياد ده بيغطس وبيصطاد زي ما احنا شايفين السمك اللي بيصطاده بيحطه في السيخ اللي معاه عشان يبدأ يطلع بيه. هنا مسك اخطبوط. الاخطبوط طبعا بيلف عليه بشكل كبير جدا. الموضوع ده خطر جدا يا جماعة جدا. خلينا بقى نركز مع بعض شوية. بص بيعمل ايه، بيحاول يخلعه مش عارف، بيحاول يخلعه مش عارف، بس عامل حاجة كويسة قوي خليني اقف عندها، ان هو مثبت وش الاخطبوط بعيد عنه. ليه بقى؟ لان وش الاخطبوط لو مسك في وشه هيعمل له مشكله كبيره جدا. اما الاذرع بتاعته دي هو بيحاول يفكها وبيسيطر عليها، لكن هنا اهم حاجه يفضل وش الاخطبوط بعيد عنه. تعالوا نكمل الفيديو. من الحاجات الحلوه قوي برضو اللي عملها ان هو خده وطالع بيه فوق الميه. ليه بقى؟ لان احنا تحت الميه الاخطبوط اقوى لان دي ارضه، والراجل مش قادر ياخد نفسه ونفسه بيخلص. لكن لما يطلع فوق الميه هيحصل معانا حاجه مهمه جدا، ان الراجل هيستعيد عافيته ويبدا ياخد نفسه، والاخطبوط اللي هيبقى في بيئه غير بيئته. لكن الموضوع في كله فيه خطوره شديده جدا. خلينا بقى نركز كده على بقه. بص بقه الاخطبوط، بص عشان تعرف حجم الضغط اللي عليه كان عامل ازاي. ضغط جامد جدا الحقيقه. من الفيديوهات الصعبه قوي 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 اللي ممكن موقف يتعرض ليها. لكن اي حد بيغطس بالشكل ده مؤكد يكون يعمل حسابه بشكل كبير جدا، واول ما يلاقي الاخطبوط يفضل ان هو يبعد عنه.